كل ما يمكن تخيله يمكن تحقيقه. جملة كلنا عارفينها، جملة كلنا مصدقينها، بس انت مش واثق فيها. انت يا مشاهد يا اللي فتحت الفيديو، انت فتحت الفيديو ده عشان انت مش واثق في نفسك ومش واثق في الجملة دي، مش واثق ان انت ممكن الحاجة اللي انت تخيلتها في دماغك دي او الحاجة اللي انت عايز توصل لها دي تبقى حقيقة، واقع، حاجة ملموسة تقدر توصل لها. وخليني اقول لك ده ليه. زي ما انت ما وثقتش في الجملة دي بالظبط، انت مش واثق في نفسك عشان توصل للحاجة دي. وازاي تزود ثقتك في نفسك عشان توصل للحاجة اللي انت عايزها دي؟ انت ازاي هتثق في نفسك وانت لما بتقول وعد لنفسك ما بتوفيهوش؟ ازاي لو حد وعدك بحاجة وما وفاش الوعد دون هتثق فيه؟ مستحيل تثق في حد اداك وعد وما وفاش بيه. زي ما انت بتعمل مع نفسك كل يوم كل ليلة: انا هعمل دون بكرة، انا هبدأ بكرة، وعد 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 يا ربنا، انا هصلي من اول بكرة التهجد ده، وعد هصليه كل يوم من اول النهاردة. كلام بيدخل من هنا وبيطلع من هنا. وخليني اقولك ببساطة ايه التلات حاجات اللي انت لو عملتها، اي حاجة، اي حاجة على الكوكب ده انت ممكن توصل لها. اول حاجة طبعا هي علاقتك بربنا. مشكلتك يا بشري ان انت بتفكر كتير قوي. انت بتفكر في حاجة قبل ما تحصل اصلا. يعني انت بتبقى عايز تعرف ماذا سيحدث قبل ماذا سأفعل. ليه حتى لو انت عملت حاجة معينة، ليه ما بتتوكلش على ربنا؟ انت مش في ايدك تدابير. ودي حاجة انا اتعلمتها مؤخرا. كان حصل معايا موقف كده. كونتنت كريتور صغيرة على قدي شوية كده على الانستجرام. وعدت نفسي ان انا هعمل كام فيديو كده كل يوم، هعمل ريل كل يوم. فلما وعدت نفسي بالوعد ده ووفيته وما فكرتش، ما كنتش مستنية حاجة، ما كنتش مستنية ريتش، ما كنتش مستنية اي حاجة. الفيديوهات طارت في السما، الحمد لله جه عليها ريتش كويس. وبعدها على طول تحسوني كده نسيت ربنا وتوكلت على نفسي وانا اللي جامدة قوي. وافتكرت ان انا كنت السبب في اللي حصل. فاول ما عملت كده، طبعا الحاجات دي بدأت تتراجع، بدأت بقى ايه، احط بقى مجهود في الحاجة عشان تطلع كويسة، عشان تطلع تجيب ريتش زي زي الفيديوهات اللي فاتت ومش عارفة ايه وكده. وبدأت لما اعمل كده فعلا الفيديوهات بدأت تتراجع وريتش نزل قوي. ففهمت ان انا فكرت كتير. ما تفكرش، يمكن محدش هيقولك كده بس انت بتفكر كتير. المشكلة مش في البداية، المشكلة في إنك تبطل تفكر في النهاية. ما تفكرش في ماذا سيحدث. كل اللي عليك إنك تعمل اللي عليك وتتوكل على الله وتسيبها على ربنا. أنت مش مطالب إنك تقعد تفكر وتقعد تحسبها. الحسابات دي مش بتاعتك، ومهما حسبت أنت عمرك ما هتوصل للنتيجة. لكن لو أنت حسبت أنت مش هيجيلك حاجة. والله العظيم انت لو فضلت تحسب وفضلت تفكر وفضلت تعمل تقول كيف ومتى وأين وهاو، صدقني يعني انت الخسران. فأول نصيحة اديها لك انك تتوكل على الله وتزود يقينك بالله. ازاي تزود يقينك بالله؟ حاول تسمع عن ربنا اكتر، بودكاست، حاول تقرأ قرآن كتير. ودي حاجة ارشحها قوي انك تزود علاقتك بالقرآن، عشان القرآن ربنا سبحانه وتعالى هو اللي كتبه، فهو اللي هيعرفك مين ربنا. تاني حاجة، زود ثقتك بنفسك. انت حاول تعرف نفسك. انت شخص غريب في حياتك، انت ما تعرفش نفسك. مهما قلت ومهما حاولت تثبت تقنع نفسك ان انت عارف نفسك، انت ما تعرفهاش. غير لو انت بتجورنال. يعني انا رسالتي لفئة معينة من الناس: وصل، حاول تفهم نفسك الأول عشان تعرف انت هتوصلها ازاي. حاول تفهم نفسك. يعني انت عامل زي اللي بيعلم بيبي ازاي يجري وهو مش عارف يمشي اصلا. فانت لازم تدرك ان هو بيبي، لازم تدرك ان ده طفل. ده طفل، ده مش اسيليت قدامك، ده طفل بيحاول يمشي. فتبدأ تغير الاستراتيجية اللي انت بتعمل بيها الطفل دون. وخليني اقولك ان الثقة بالنفس دي وحب النفس ده موضوع كبير جدا 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 يطول شرحه، ممكن اعمل عنه فيديو بعدين. بس انا نصيحتي انك انت تكتب كتير، تجورنال. الجورنال يا جدعان مهم جدا. انت لازم تعرف نفسك، فلازم تكتب، لازم تعرف مين اللي بيتكلم معاك. يعني اكتب اهتماماتك، اكتب احلامك، اكتب كل حاجة. انت اول ما تكتب وتشوف الحاجات دي قدامك، عقلك هيعرف هو انت عايز ايه. عقلك هيجيب لك المسار اللي المفروض انت تمشي فيه وانت كنت ماشي كده. عقلك هيجيب لك المسار الصح، الطريق الصح. فاول حاجة اعرف نفسك.
أو لازم تعرف نفسك، لازم تعرف أهدافك، لازم تعرف أنت بتحب إيه، لازم تعرف أنت قادر على إيه، لازم تعرف أنت عقلك لازم يعرف أنت بتفكر إزاي. عقلك ما بيوصلوش رسايل غير من اللي انت بتسمعه او من اللي انت بتشوفه. فحاول دايما تخلي الحاجات اللي انت بتشوفها والحاجات اللي انت بتسمعها هي الحاجات اللي انت عايز توصل لها، هي الحاجات اللي بتعبر عن شخصيتك اللي انت عايز توصل لها. ده اللي هيدخلنا للنقطة التالتة. حاول دايما الناس اللي حواليك هي الناس اللي انت بتتطلع عليها. ما تخليش دايرتك دايرة أقل منك. انت لو عايز توصل لحاجة لازم الحاجة دي تبقى محاوطة حواليك. لازم الحاجة اللي انت عايز توصل لها دي يبقى في ناس حواليك وصلوا لها عشان تعرف انت ازاي هتوصل. ما تبقاش شخص اللي هو جحود او غيور. حاول على قد ما تقدر تحارب حتة انك تبقى وسط ناس تحس ان انت بتتهدد حواليهم. وليه انا بقول تهديد؟ عشان انت لما بتخرج من دايرة معينة، دايرة مألوفة بالنسبة لك، دايرة ما بتعملش غير حاجات روتينية، إنك تدخل على دايرة حياتهم كلها كل يوم بيسعوا لحلمهم، دي حاجة بتهدد عقلك ان انت ما بتعملش زيهم. وفي نفس الوقت انت عايز توصل للي هم وصلوا له. طب ازاي هتوصل للي هم وصلوا له وانت مش عارف تستوعب كمية المجهود اللي هم بيعملوه كل يوم، والكمية دي مهددة لأفكارك؟ فانت لازم اول حاجة تخلي الحاجات دي روتينية ليك. حتى لو الناس دي مش ناس حقيقية ملموسة، انت ممكن تخلي دايرة صحابك ناس خيالية. ممكن تسأل جوجل ايه الشخصيات الملهمة اللي مثلا وصلت للحلم المعين اللي انت عايز توصله دول، اللي انت عايز توصله ده، او ايه الشخصيات الخيالية اللي في كتب، وانت تقرأ الكتب دي وتحاول تفهم القصص دي مشيت ازاي، او تحاول تقلدها، او تحاول تاخد الشخص ده كرفيق في دماغك. في ناس كتير جدا بتعمل كده. في ناس كتير بتاخد الروائيين أصدقاء ليهم في دماغهم مع إنهم عمرهم ما شافوهم. فأنت حاول، لو أنت مش عارف توصل لدايرة شبهك قوي في الحياة، ممكن هتلاقيها في الخيال. حتى ممكن تلاقيها في خيالك انت ممكن تكتب الشخصية اللي انت عايز توصلها دي. وده اللي معظم الناس بتعمله، ان هي بتكتب الشخص اللي هي عايزة توصل له. مش بيفضلوا يقولوا لك اكتب يوم في حياتك عايزه يمشي ازاي، عشان عقلك يتعود على اليوم دون. لازم تكتب الشخص اللي انت عايز توصله دون مواصفاته ايه، يومه بيمشي ازاي، عمل ايه عشان يوصل. ولازم تاخد بالك ان هو عمل حاجة عشان يوصل. ما استناش الحاجة تجيله لحد عنده. انتوا مشكلتكم يا جدعان ان انتوا بتستنوا وقت بيرفكت، والوقت بيرفكت دون انت اللي بتصنعه، انت اللي بتقرر. انا النهارده هظهر لحلمي زي ما انا عملت كده على فيديو اليوتيوب. ممكن ما يجيبش ريتش، ممكن محدش يشوفه، بس انا ظهرت عشان اتعود على شكل الكاميرا، عشان اتعود ان انا بعمل فيديوز، ان انا كونتنت كريتور، ان انا بعرف اتكلم. انا كان بقالي نص ساعة مش عارفة اتكلم. فان انا اتكلم دي حاجة المفروض تشجعني انا، وحاجة تقول لعقلي احنا في امان، احنا بنعرف نتكلم، احنا عارفين نتكلم قدام الكاميرا، احنا عارفين هنقول ايه. احنا مش لما بنقفل الكاميرا بنعرف نفكر بس في اللي هنقوله، لا احنا لما بنفتح الكاميرا بنعرف نطلع اللي احنا هنقوله. فهي دي الفكرة، انك انت لازم تحط نفسك في الديسكomfort زون عشان تتعود. عقلك دايما بيرجع للباترنز اللي هو عارفها، عشان انت الداتا اللي انت بتديها له هي اللي يعني عقلك بيروح للحاجات اللي هو عارف الداتا بتاعتها. يعني مثلا انت لو داخل الكلية بتاعتك دي، ده مكان انت عارف الداتا بتاعته، رحته كذا مرة، انت عندك داتا، عقلك عنده داتا عن المكان دون. فهيعرف يتصرف مع الناس، هيعرف يتكلم، مش عارفة ايه. لكن انت لو دخلت مثلا مجلس وزراء، لو دخلت محكمة، لو دخلت مكان جديد خارج عن الكومفورت زون بتاعتك، او مكان مش مألوف، او مكان انت ترهبه، تحس ان هو بيهددك، عقلك ما عندوش الداتا بتاعته، فهيبدأ يتراجع، هيبدأ يحاول ما يزورش المكان ده كتير، هيبدأ يروح للأماكن المألوفة ليه. ده هو في العلاقات. مش بيقولك ساعات إن البنوتة اللي مثلا أهلها متطلقين ساعات بتروح لواحد يطلقها؟ هي بيبقى عندها داتا عن إن عيلتها متدمرة، فهي بتبقى دي الداتا بتاعتها. فاهمين حاجة؟ هو العقل بيمشي بنفس النظام.
انت احلامك بتمشي بنفس النظام. انت لو عايز توصل لحلم معين لازم تخلي الحلم دون يبقى عندك داتا عنه، لازم يبقى مألوف بالنسبة لك. لو انت عايز تروح مكان كبير، لو انت عايز تروح مكان فخم، لازم يبقى عندك داتا عن الاماكن الفخمة عاملة ازاي. ما تتوقعش من عقلك ان انت مثلا تقول انا عايز يبقى عندي فيلا، او عقلك ما يعرفش الفيلا دي شكلها ازاي، او ما يعرفش شكل الفيلا اللي انت عايزها دي عاملة ازاي. لازم مثلا تزور فيلا، تتعود على الناس اللي هناك. لازم عشان تغيّر حاجة برّه، لازم تغيّر اللي جوّه الأول. يعني ما تتوقعش إن الشخص اللي أنت بتبُص له في المراية دَوًّا هيتغيّر من غير ما أنت تغيّر هدومك، نفس الفكرة بالضبط. عشان توصل لحاجة لازم تحُط لها data، والdata دي بتحتاج مجهود، بتحتاج كل يوم ظهور، بتحتاج إنك كل يوم تعمل حاجة معيّنة تكبّر من الdata بتاعتك. هادّيكم مثال، مثلًا واحد عايز يجري ماراثون، زي كده أنا عندي ماراثون بُكرة. هيعمل إيه؟ هيبدأ يجري، يبدأ يجري كل يوم عشان جسمه يتعود على نظام الجري، جسمه يبقى عنده data إن هو متعود يجري كل يوم، فجسمه يعرف يحرك عضلته بأقل مجهود. عشان توصل لماراثون لازم تجري كل يوم عشان تتعود إنك تجري مثلًا 10 كيلو في يوم واحد. فمثلًا أنا كنت نزلت الgym، قعدت 10 دقايق على الجراية ونهجت حرفيًا، قعدت أنهج من عشان كنت باجري على سرعة 6، واخدين بالكم اللي هو إحنا بنمشي على سرعة 6، قعدت أنهج عليها. روّحت البيت لقيت أخويا بيقول لي 10 دقايق يا ملك، أنا باقعد ساعة. قال لي: "أنا باقعد ساعة أساسي كل يوم في الgym على اللي هي الwalking machine دي." أنا استغربت جدًا وقُلت طَب أنا كمان عايزة أقعد ساعة، إيه الفرق ما بيني وما بين أخويا غير التعوّد؟ إيه الفرق ما بينك وما بين أي حد وصل غير إنه اتعود على إنه بيوصل أول ما بيجرب؟ إيه الفرق؟ إيه الفرق إن هو إيه الفرق ما بينك وما بين أي حد مجتهد غير إن هو لما حاول كتير لقى. أنت ما بتبقاش قادر تحاول يوم. فأنا تاني يوم رحت الجيم قلت أنا كمان أنا عايزة أقعد ساعة. قعدت ساعة على المشاية، وجريت على أعلى سرعة كانت 7. انتوا فاهمين قصدي؟ ان انا شفت ان مفيش فرق ما بيني وما بينه عشان انا ما اعرفش اعمل اللي هو عمله. ليه ما اعرفش اعمل اللي هو عمله؟ ت- انا عندي نفس القدرات، انت عندك نفس العقل، انت عندك نفس الجسم، انت مخلوق هو. انت انسان وهو انسان، ليه انت ما توصلش وهو يوصل؟ انت انت ازاي مستهون بفكرة ان عندك عقل وانت ما بتعملش؟ انت ازاي متقبل على نفسك فكرة ان الحاجة دي انت ما تقدرش عليها؟ انت ازاي تقبل على نفسك ان حد يقولك لا انت ما تقدرش تعمل ده؟ ازاي عقلك يستوعب كلمة ان انت ما تقدرش؟ ليه تخلي كلمة ما اقدرش دي في قاموسك؟ ليه؟ ليه وانت عندك نفس الخلايا، نفس العقل، وممكن تبقى انت كرييتيف اكتر. بس محتاج تشوف دون، بس محتاج تتأكد، محتاج تثق في نفسك ان انت لما تيجي تعمل حاجة دي الحاجة دي هتظبط معاك. بس هي مش دايما لازم تظبط، انت محتاج تعافر كذا مرة عشان توصل. انت بتبقى مستني ان انت توصل من اول مرة. ما ينفعش، ما ينفعش، ما ينفعش تعمل حاجة يوم واحد وتستنى مثلا مقابل 10 أضعافها. انت اصلا ما اديتهاش 10 أضعاف، مستنيها هي تديك 10 أضعاف ليه؟ ده كتر خيرها ان هي اديتك حاجة من اول مرة اصلا. هي دي الفكرة. فانت لو عايز توصل لحاجة، انت لو عايز توصل لأي حاجة في الدنيا، لازم أول حاجة تتوكل على الله. تاني حاجة تتوكل على الله وما تفكرش، ما تفكرش، اعمل اللي عليك. بعد إذنكم يا مشاهدين ما تفكروش، ما تحطوش نفسكم في التفكير في حتة في الزون بتاعة التفكير بتاعة الوات اف. لا، انت كل اللي عليك تعمل اللي عليك، انت مش عليك حاجة غير انك تعمل اللي تقدر عليه. بس كل يوم، كل يوم تظهر لحلمك، كل يوم تعمل فيديو دقيقة، كل يوم تروح الجيم 10 دقايق. يا عم يا عم روح الجيم وارجع تاني البيت. بس خلي عقلك يبقى عنده داتا عن الجيم ده شكله ازاي، خلي عقلك عنده داتا عن الماشينز اللي بتبقى في الجيم، خلي عندك عقل وداتا عن اي حاجة انت عايز توصل لها. مش لازم يبقى عندك اشخاص حقيقيين حواليك بيسبورت يو، ممكن انت تبقى your only supporter. بس مثلا اقرأ كتب
ممكن تلاقي فيها شخصيات تشجعك. اقرأ كتاب، هديكوا اسم كتاب هو اللي شجعني اكتب اصلا. اهو The Artist's Way. وبقاله يا جدعان بتاع 7 شهور معايا وما خلصتوش. بس عملت ايه؟ خلصت 5 جورنالز لما هو قال لي، لما وثقت فيه. فخلي حد حواليك تثق فيه، تثق في كلامه. الحد ده ممكن يبقى كتاب، الحد ده ممكن يبقى نفسك مع الوقت. ونصيحة كمان، حاول دايما تخلي شكلك حلو. حاول دايما تخلي نفسك نظيف. مش بقولك البس غالي، خليك نظيف. كل يوم مثلا غير هدومك، مش كل يوم كل يوم بس. دايما خلي نفسك نظيف، ما تخليش مثلا ريحتك وحشة، ما تخليش اوضتك مبهدلة. الحاجات دي بتدل على شخصيتك. لما عقلك بياخد الحاجات دي يعمل لها داتا. برضو بالنسبة لعقلك داتا عن شخصيتك، الداتا عن الشخص اللي انت عايز توصل له. الشخص اللي انت عايز توصله دون ريحته نظيفة. الشخص اللي انت عايز توصله دون اوضته نظيفة. الشخص اللي انت عايز توصله دون في مكان نضيف، حتى لو المنطقة اللي هو فيها عكس ده تماما، بس هو قادر يخليها جنة وسط هل. انتوا بعقلكم تقدروا توصلوا لأي حاجة، بس عملوه صح، عملوا نفسكوا صح. اعرفوا نفسكوا اكتر وحبوا نفسكوا. عشان انت مستحيل توصل لحاجة طول ما انت بتحبش نفسك، مهما اوهمت نفسك بايه. انت لازم تسامح نفسك، احنا بشر كلنا بنغلط. لازم تعرف نفسك، لازم تعرف ازاي تصلح مشاكلك مع نفسك. لازم تعرف تسيطر على نفسك. الشخص اكيد اللي انت عايز توصله ده من شخص هادي، مش شخص عصبي، مش شخص همجي، مش شخص بيشتم، مش شخص بيلتل الناس، مش بيقلل من حد. الشخص اللي انت عايز توصله ده ناجح، فلازم يشوف كل اللي حواليه ناجحين، عشان فعلا كل اللي حواليه يبقوا ناجحين فعلا. لازم دايما تسعى لكده، تسعى ان الناس اللي حواليك تبقى ناجحة عشان تبقى زيها، وعشان هم كمان يحاولوا يبقوا زيك. عشان ده انت شخص ناجح، كل اللي حواليك ناجحين. شخص محترم، شخص مثقف، شخص متدين. ده اللي انت عايز توصل له، ده اللي انت عايز توصل له، ده اللي انت لازم توصل له. وتتعلم ازاي تفك الالجوريزم بتاعه. واتمنى الفيديو ده يكون فادك بأي حاجة. وبس كده. باي باي.